يدعم بالتاني، كلنا اخوات، ناخد حته من العمر كده نبقى مع بعض، ناخد كل واحد يروح لحد. فعايزين في الوقت ده كلنا ايد واحده، مفيش حد يخرج عن النص. ان شاء الله معانا جهاز فني على اعلى مستوى، والله العظيم 3 جهاز فني في منتهى الجمال، ناس محترمه جدا، ناس شاطره جدا. بقول الاحترام الاول وبعدين بقول الايه، شاطره جدا يعني راجل يعني خبره كبيره جدا. هو الجهاز اللي معاه اذا كان الكابتن وليد ولا الكابتن ياسر. معانا جهاز اداري الكابتن احمد حميد، راجل بسم الله ما شاء الله ناشط زي الفل، وجهاز طبي على اعلى مستوى. مش ناقصين حاجه الا اللعيبه اللي هتشرف النادي. مفيش لعيب هيتاخر له حاجه، مفيش لعيب هيبقى له جنيه في النادي. دي السياسه بتاعتنا. اسالوا اللعيبه القديمه، الحمد لله احنا خلصنا كل حاجه. عايز مننا حاجه سامح؟ لا يا كابتن. بصفتك كابتن الفرقه برضه مع الكابتن اسامه، انت عايز مننا جنيه؟ لا يا كابتن. كابتن اسامه تمام يا كابتن. مفيش حد عايز من النادي جنيه. ان شاء الله ربنا يوفقكم واللاعب كويس اللي هيبان كويس ممكن نعمل حاجه جديده. انا برحب طبعا بالناس كلها بالنيابه عن الجهاز الفني كله، الناس القديمه والناس الجديده والناس القديمه. يعني انا بعتز بكل الناس المجموعه اللي اشتغلت معايا الموسم اللي فات، كانوا مجموعه رجاله كلهم من اصغر واحد لاكبر واحد فيهم، ناس التزمت. عشان كده في الفتره الصغيره اللي انا اتعاملت معاهم قدرنا نعمل حاجه تحط نادي المريخ في الوضع المناسب بتاعه، اللي من خلاله بنبدا النهارده ان شاء الله من حيث ما انتهينا. يعني احنا انتهينا بشكل كل الناس ادينا انطباع ان فرقه المريخ فرقه محترمه وفرقه كويسه. من النهارده كل تفكير الناس اللي معانا ان شاء الله القديم واللي هيدخل جديد، الناس المجموعه الجديده كلها اللي فيها حوالي 13 لعيب تعاقدنا معاهم ان شاء الله، الناس كلها موجوده معانا، اضافات في المراكز اللي احنا محتاجينها للفرقه. وان شاء الله الناس الجديده تبقى اضافه مع المجموعه القديمه. والهدف من البدايه تصميم من اول يوم. انا عندي هدف واحد، ان احنا عايزين نصعد دوري ممتاز ان شاء الله. العمليه هي صعبه، حسابات صعبه، وكل الامور صعبه بالنسبه لنا، لكن في كره القدم مفيش فيها حاجه صعبه. وفي نماذج وتعرضنا لها الموسم اللي فات وشفنا، واحنا بنلاعب انبي فرقه المريخ، واحنا بنلاعب مقاولين عرب، الفرق اللي هي المفروض اعلى منك في امكانيات وقدرات وكل حاجه، لكن الكوره مفيش فيها صعب، فيها تعب وفيها اجتهاد، بتوصل للي انت عايزه بمنتهى السهوله. التزمت، اجتهدت، حاطط ربنا قدامك. طول ما انت بتجتهد اعرف ان لازم ربنا بيكافئك. فترات الاعداد بتبقى كل الناس اللي موجوده ان شاء الله من بعد ال10 ايام بتوع او ال8 ايام بتوع رمضان، الفتره اللي بعد كده هنشتغلها الصبح وبعد الظهر لمده في 15 يوم، بعد كده بعد 15 يوم في معسكر ان شاء الله برضه على فترتين، يعني نشتغل شهر بالظبط على فترتين، وبعد كده بننزل بالحمل بدرجات معينه في الفتره اللي هي بتاعت الماتشات الحبيه اللي بنعملها ان شاء الله. ده يساعدك انك انت تأدي بشكل كويس باستمرار. كمل معانا. كلنا ان شاء الله كابتن كلاعيبه طبعا هنلتزم بكل حاجه هتقولها، وان شاء الله كلنا نعمل حضرتك هتقوله. ان شاء الله تبقى فتره اعداد كلنا نحاول نساعد نفسنا ان احنا نبقى موجودين كلنا، وان شاء الله كابتن يعني تبقى سنه كويسه علينا باذن الله ان شاء الله كابتن.